بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بتلاميذ الصف الثالث الإعدادي يا سنة تالتة. النهاردة هنحل أسئلة على الدرس الأول في التاريخ اللي هو مصر بين دولة المماليك والدولة العثمانية من كتاب الامتحان صفحة 141. لو في أي سؤال عايز حله، أي صفحة عايز حلها، أي حاجة ما انتش فاهمها، اكتب لي على الواتس. سيب لي رسالة على الواتس. أنا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف. وفي آخر الحصة أنا بقول سؤال للشطار والأذكياء اللي عارف الإجابة يكتبها لي تحت في التعليقات، ويا ريت يبعت لي الإجابة على الواتس، لأن أنا بشوف أكتر طالب متفاعل معايا وبيجاوب على الأسئلة اللي أنا بقولها في الحصص، وبعمل سحب وبدي جوائز يا سنة تالتة. طبعا أهم جايزة ليكم إن انتوا تجيبوا الدرجة النهائية في تالتة إعدادي في الدراسات، وإن شاء الله بوعدكم إن انتوا معايا لو تابعتوني. أما أقول السؤال ده مهم أكد عليه، بيجي في الامتحان وانت تأكد عليه، هتلاقيه آخر السنة إن شاء الله تقفلوا معايا سنة تالتة. طيب، أول سؤال عندي سؤال اختر. أنا قلت صفحة 141. أي مما يلي كان خارج سيطرة الدولة المملوكية قبل الصدام مع العثمانيين؟ طبعا عندنا تبريز كانت تحت الدولة الصفوية. تغيرت تبعية مصر السياسية بعد معركة الريدانية، وده سؤال امتحانات. عانت الدولة المملوكية أواخر القرن الخمستاشر من أزمات اقتصادية مع انهيار النشاط التجاري. ليه النشاط التجاري؟ لأن ده له علاقة باكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. طيب، بدأ الصدام بين المماليك والعثمانيين مع استيلاء السلطان سليم الأول على الصدام حصل أول ما السلطان سليم الأول استولى على إمارة ذي القادر المملوكية. كان زمان يكتب بعد استيلاء السلطان سليم الأول على إمارة، فكنت أقول لهم أول ما تشوف كلمة إمارة وانت مغمض ما خدتش في المنهج كله إلا إمارة ذي القادر، أكيد هي. طب، انتقلت خلافة العالم الإسلامي عام 1517 إلى الدولة العثمانية. تراوحت مدة بقاء نقط في مصر ما بين سنة إلى 3 سنوات، هيبقى مدة حكم الوالي. أحد البكوات المماليك الذي أصبح الحاكم الفعلي لمصر عام 1768، يا ريت التاريخ ده نحفظه ونأكد عليه، هيبقى على طول علي بيك الكبير. علي بيك الكبير من الأسئلة المهمة اللي بتيجي في امتحان آخر السنة. تحالف علي بيك الكبير مع مين؟ حاكم جنوب الشام، مع ظاهر العمر. بعد فشل حركة علي بيك الكبير عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم مين؟ محمد بيك أبو الدهب، هو اللي خان علي بيك الكبير. ضمت الطبقة الوسطى من المجتمع المصري أثناء الحكم العثماني كبار التجار. طب، صح وغلط مع التصويب. العلامة سواء صح أو غلط عليها نص درجة، والتصويب عليه نص درجة في آخر السنة. تعرضت دولة المماليك لتدهور اقتصادي نتيجة لاكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح، صح. بدأ الصدام العثماني في الشرق مع الدولة المملوكية، غلط، هو بدأ مع الدولة الصفوية. انتهى الصدام بين الدولتين الصفوية والعثمانية بهزيمة السلطان سليم الأول، طبعا غلط، ده بانتصار سليم الأول. تجنب السلطان العثماني سليم الأول الصدام مع الدول الأوروبية، صح، لأنها متفوقة عنه حضاريا وثقافيا وعسكريا. هزمت جيوش تومان باي في معركة مرج ضابغ، غلط، تومان باي يبقى الريدانية. وتومان باي أنا ممكن أسأل سؤال على سؤال تومان باي وأقول لك مين آخر سلاطين الدولة المملوكية؟ من هو آخر سلاطين الدولة المملوكية؟ 6. اقتصرت الصناعة في مصر أثناء الحكم العثماني على الصناعة اليدوية والبسيطة، صح. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية بمصر خلال الحكم العثماني بالتطور المستمر، غلط. خدها قاعدة عامة، كل حاجة في مصر أثناء الحكم العثماني تدهورت، كل حاجة، زراعة، صناعة، تجارة، داخلية، خارجية، ثقافة، كله تدهور. يبقى اتسمت بالجمود والتخلف. اكتب ما تشير إليه كل عبارة. ملكية الدولة للأراضي ممثلة في السلطان العثماني، وتتم زراعتها عن طريق تكليف الفلاحين بزراعتها،
حق الانتفاع. دولة قامت في مصر والشام والحجاز وانتهت على يد الدولة العثمانية في يناير 1517. طبعا انتهت الدولة المملوكية اللي هي دولة المماليك، إمارة. أنا لسه قايلة ما خدتش في المنهج كله بتاع الدراسات من أول السنة لآخر السنة إلا إمارة ذي القادر المملوكية. فلما يقول لك في الامتحان إمارة تفتكر كلام السمر وتقول على طول وانا مغمض دي أكيد إمارة ذي القادر المملوكية. معركة انتهت بعدها دولة المماليك في مصر 1517 تبقى معركة الريدانية. نظام طبق لجمع الضرائب من المزارعين بمصر مع ضعف الدولة العثمانية في منتصف القرن 17 يبقى نظام الالتزام. علوم احتفظت بمكانتها وأهميتها في مصر خلال العصر العثماني العلوم الشرعية، لكن أهملت العلوم الطبيعية والرياضيات. من هو؟ دول أهم الأسئلة في من هو في الدرس الأول. هزم الصفويين في معركة جالديران ودخل عاصمتهم تبريز. يبقى مين؟ سليم الأول. قائد المماليك في معركة مرج ضابق السلطان الغوري، لكن الريدانية طومان باي أعلن نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين. ده هو سؤال امتحانات. سليم الأول انحاز السلطان سليم الأول وكان سببا في انحاز للسلطان سليم الأول وكان سببا في فشل حركة علي بيك الكبير. طبعا ده هو محمد بيك أبو الدهب. تعالى كده نرتب. هيبقى عندنا أول حاجة جالديران، معركة جالديران، بعدها معركة مرج ضابق، بعدها معركة الريدانية، وعندنا بعدها حركة علي بيك الكبير الاستقلالية. تعال نشوف أسئلة بما تفسر، والسؤال اللي أقولك عليه مهم يا ريت تركز عليه. أول سؤال: تعرضت المماليك لتدهور اقتصادي منذ أواخر القرن ال15. ليه؟ بسبب اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. دي الإجابة يا سنة تالتة. دي رقم 1 وده رقم 2. رقم 2 تحطيم الأسطول المملوكي في معركة ديو البحرية عام 1905. يبقى انت هتكتب في السؤال 1 و2. تعرض دولة المماليك لأزمات سياسية. ليه؟ دي الإجابة بسبب 3 حاجات. 1 أكتب اضطراب الأمن، 2 الصراع المستمر بين المماليك، 3 كثرة الفتن والثورات الداخلية. 3 اتجاه العثمانيين للاستيلاء على الشام ومصر. السؤال ده هو مهم وسؤال امتحانات. ادي الإجابة يا سنة تالتة، وانا قلت ان ده سؤال امتحانات. 1 بسبب إدراك السلطان سليم الأول خطورة التوسع والصدام مع دول أوروبا بسبب تفوقها عنه حضاريا وعسكريا. رقم 2 رغبة السلطان العثماني في توسيع ممتلكات الدولة العثمانية في الشرق عن طريق الاستيلاء على مصر التي تمثل قلب العالم الإسلامي. خروج السلطان الغوري من مصر للشام عام 1516. ليه؟ لأن السلطان العثماني سليم الأول بادر بالاستيلاء على يا شطار؟ على إمارة ذي القادر المملوكية، فخرج إليه السلطان الغوري من مصر إلى الشام ودارت بينهما معركة عند مرج ضابق عام 1516 أو 1516. هزيمة الجيوش المملوكية بالشام ومصر أمام الجيش العثماني لسببين 2. 1 عدم الاستقرار الداخلي للمماليك والنزاع المستمر على السلطة. 2 التفوق العسكري للجيش العثماني واستخدام أساليب القتال الحديثة والأسلحة المتطورة. طالب تاني كتب إن المماليك استخدموا أسلحة تقليدية واستخدموا الفروسية. صح. 6 بما تفسر حمل نظام الحكم العثماني لمصر في ثناياه عوامل ضعف. السؤال ده هو مهم وسؤال امتحانات وجه السنة اللي فاتت في محافظة الغربية. مهم، اكتب على السؤال ده مهم يا سنة تالتة لأن ده من الأسئلة اللي بتيجي في الامتحانات. اكتب بسبب قصر مدة حكم الوالي والتي تتراوح ما بين سنة و3 سنوات، زيادة سلطة الديوان والحامية العثمانية. السؤال ده برضو مهم يا سنة تالتة. تطلع البكوات المماليك للانفراد بحكم مصر في النصف الثاني من القرن ال18. ليه؟ بسبب ضعف الدولة العثمانية.
يبقى مع ضعف الدولة العثمانية تطلع البكوات المماليك إلى الانفراد بحكم مصر مثل حركة علي بيك الكبير، أو بسبب ضعف الدولة العثمانية منذ منتصف القرن السابع عشر الميلادي. طب بما تفسر فشل حركة علي بيك الاستقلالية؟ ليه فشلت؟ هنكتب من أول هنا: بسبب انحياز محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني. بسبب انحياز محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني، واتفق معه ضد علي بيك الكبير، مما ترتب عليه أن فشلت حركة علي بيك الكبير، وعادت مصر مرة أخرى ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد. مين المرة دي؟ تحت حكم شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب. طيب، التدهور الزراعي لمصر في عصر الدولة العثمانية ليه؟ بسبب كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية، وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها، إهمال الحكام لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. كساد التجارة الداخلية في مصر أثناء الحكم العثماني. التجارة الداخلية تدهورت بسبب 3 حاجات: تدهور 1 تدهور الزراعة والصناعة، 2 افتقاد الأمن، 3 إهمال الطرق البرية والإغارات المتلاحقة لبدو الصحراء عليها. طب تدهور التجارة الخارجية لمصر أثناء الحكم العثماني ليه؟ بسبب تحول الطريق التجاري بين الشرق والغرب إلى طريق رأس رجاء الصالح. 2 منحت الدولة العثمانية الامتيازات الأجنبية للدول الأوروبية. اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر بالجمود والتخلف في ظل الحكم العثماني. ليه؟ بسبب العزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على مصر. بسبب العزلة التي فرضتها الدولة العثمانية على مصر. ما النتائج التي ترتبت على ايه اللي حصل لما تم اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح عام 1498 بالنسبة للدولة المملوكية؟ طبعا على طول تعرضت دولة المماليك لأزمات مالية وتدهور اقتصادي، وتدهورت التجارة الخارجية لمصر أثناء الحكم العثماني. دي مش عايزين، لأن بيقول لك بالنسبة لدولة المماليك، يبقى احنا مش هنكتب دي يا ولاد، مش هنكتب دي، احنا هنكتب واحدة بس. لا شخبط عليها اهو. يبقى احنا هنكتب إجابة واحدة بس: تعرضت دولة المماليك لأزمات مالية وتدهور اقتصادي بس، لأن بيقول لك بالنسبة لدولة المماليك. طب تفوق الدول الأوروبية على العثمانيين أوائل القرن الستاشر حضاريا وعسكريا. طبعا على طول اتجه سليم الأول في توسعاته نحو الشرق، فكان الصدام العسكري مع الدولة المملوكية، واستولى على مصر والشام والدولة الصفوية، وهزم الدولة الصفوية ودخل عاصمتهم تبريز. طيب، ما النتائج التي ترتبت على هزيمة الجيوش المملوكية؟ دي إجابة السؤال يا سنة تالتة، لهزيمة الجيوش المملوكية أمام العثمانيين. هو السؤال بيقول لك إيه نتائج هزيمة دولة المماليك في معركتي مرج ضابق والريدانية؟ هو نفس إجابة نتائج هزيمة الجيوش المملوكية أمام العثمانيون. 4 أسئلة. السؤال ده هو مهم جدا، يا ريت نذاكره. دي من الأسئلة اللي بتتكرر كل سنة في الامتحانات. هنكتب رقم 1: تحولت مصر من دولة مستقلة إلى ولاية عثمانية. انتقلت خلافة العالم الإسلامي الدينية والسياسية إلى الدولة العثمانية. أعلن سليم الأول نفسه الحامي الوحيد للحرمين الشريفين ولجميع رعاياه في العالم الإسلامي. سيطر العثمانيون على العالم العربي في الاتجاهين الآسيوي والأفريقي. ما النتائج التي ترتبت على فشل حركة علي بيك الكبير؟ عادت مصر ولاية عثمانية تحت حكم شيخ البلد محمد بيك أبو الدهب. طب
نقل الصناع المهرة من مصر إلى عاصمة الدولة العثمانية. طبعا أصبحت الصناعة في مصر يدوية بسيطة ورديئة. سياسة العزلة التي فرضها السلطان العثماني على مصر من الناحية الثقافية والفكرية اتسمت الحياة الفكرية والثقافية في مصر بالجمود والتخلف. ماذا يحدث إذا لم تتحول تجارة الشرق إلى طريق رأس رجاء الصالح؟ لم تتعرض دولة المماليك لأزمات مالية وتدهور اقتصادي، ولم تتدهور التجارة الخارجية لمصر أثناء الحكم العثماني. 2. انتصر تومان باي في معركة الريدانية. إيه اللي كان هيحصل؟ لم تصبح مصر ولاية عثمانية، ولم تنتهي دولة المماليك في مصر. لم ينحاز محمد بك أبو الدهب للسلطان العثماني ضد المماليك. طبعا لم تفشل حركة علي بك الكبير وعادت مصر إلى المماليك. حدد أوجه الشبه والاختلاف بين معركتين مرج ضابق والريدانية. طبعا عندنا أوجه الشبه بين المعركتين إن قامت بهما الدولة العثمانية بقيادة مين؟ سليم الأول ضد الدولة المملوكية، وانتصر في الاثنين في المعركتين السلطان سليم الأول. أوجه الاختلاف إن مرج ضابق حدثت بالشام وقائد المماليك السلطان الغوري، وأصبحت الشام ولاية عثمانية بعدها. أما معركة الريدانية حدثت فين؟ في مصر، وقائد المماليك كان تومان باي، وأصبحت مصر بعدها ولاية عثمانية. دلل كان المماليك أنفسهم سببا في إضعاف قوتهم العسكرية طبعا، حيث كان يوجد تنازع مستمر بين المماليك أدى إلى اضطراب الأمن وكثرة الفتن والثورات الداخلية، وبالتالي ضعف قوتهم العسكرية. معاناة الفلاح المصري أثناء الحكم العثماني بسبب كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي المصرية وتعسف وظلم الملتزمين في جميعها، وعدم اهتمام الطبقة الحاكمة لتنظيم شؤون الري. انقسم المجتمع المصري في عصر الدولة العثمانية إلى فئتين. دل فئة الحكام تكونت من العثمانيين والمماليك، وكان لها كافة السلطات في شؤون الحكم والإدارة والجيش. فئة المحكومين اللي هي الطبقة الوسطى تكونت من المشايخ وعلماء الأزهر ورجال الدين وكبار التجار، وكانت محدودة. وبعدين عند الطبقة الدنيا، ودي اللي كانت أكثرية، تكونت من الفلاحين وصغار الحرفيين وعامة الشعب، وقد عانت من الفقر والظلم وتفشي الأمراض والأوبئة. ما رأيك فيه؟ لا دام قالك ما رأيك فيه، أي رأي هتكتبه صح. سؤال مفتوح. إرسال أمهر الصناع المصريين إلى الإستانة أثناء الحكم العثماني ضد ما فعله السلطان سليم الأول، أو ليس مع ما قام به السلطان سليم الأول. ليه؟ لأنه أدى إلى أن أصبحت الصناعة في مصر جميعها رديئة وبسيطة ويدوية، جميعها يدوية بسيطة ورديئة. طب تعالي كده نشوف أسئلة التمييز اللي هي عندنا صفحة 145. 1. تمثلت أول الخسائر العسكرية لدولة المماليك. أول الخسائر العسكرية كانت على طول ديو البحرية، كانت قبل معركة مرج ضابق والريدانية. أما جلديران ملناش دعوة بيها، دي بتاعت الدولة الصفوية. كانت معركة مرج ضابق 1516 بالنسبة لدولة المماليك ذات أهداف دفاعية، لأن هي كانت طالعة تدافع عن ممتلكاتها اللي هي إمارة ذي القادر المملوكية. طيب فقدت دولة المماليك أهميتها كوسيط تجاري، ما بقاش لها أهمية خالص كوسيط تجاري بسبب الكشوف الجغرافية اللي هو اكتشاف طريق رأس الرجاء الصالح. أدرك سليم الأول أن العامل الرئيسي لإتمام توسعاته في الشرق هو السيطرة على مين؟ على مصر. اختفت مشاعر ارتباط الفلاح المصري بالأرض الزراعية بسبب حق الانتفاع، لأنه ما كانش بيملك الأرض الزراعية. تغيرت أوضاع الشام وتبعياتها السياسية، لدم قالك الشام يبقى مرج ضابق. استفادت عاصمة الدولة العثمانية اقتصاديا بشكل مباشر من خبرات المصريين الصناعية، لما سليم الأول أرسل أمهر الصناع والحرفيين إلى الأستانة عاصمة الدولة العثمانية.
صح ولا غلط؟ استطاع السلطان العثماني القضاء على حركة علي بيك الكبير الاستقلالية بفضل قوته العسكرية. خطأ، ده علشان بسبب انحياز محمد بيك أبو الدهب للسلطان العثماني. الاتحاد قوة، يصعب تطبيق هذه المقولة في مطلع القرن السادس عشر الميلادي على المماليك. صح. ساعات يجيب لك السؤال ازاي سنة تالتة، الاتحاد قوة مقولة يصعب تطبيقها على لا، ما يقولكش كده، يقولك الاتحاد قوة مقولة تنطبق على المماليك. اقول له غلط، لا تنطبق على المماليك. هنا قال لك يصعب تطبيق هذه المقولة، اقول له صح. فكلمة في السؤال في صح وغلط تغير المعنى. تم تطبيق نظام الالتزام عقب فرض سليم الأول سيطرته على مصر. غلط، ده سليم الأول سيطر على مصر في أوائل القرن الستاشر، لكن نظام الالتزام طبق في منتصف القرن السبعتاشر. كان الحكم العثماني نكبة حضارية واقتصادية على مصر. صح. لجوء العثمانيين لاتباع نظام الالتزام ليه؟ لأنها أرادت جمع أكبر قدر ممكن من الضرائب على الفلاحين، ما أوجه الارتباط بين منصب شيخ البلد وحركة علي بيك الكبير. يعني إيه العلاقة؟ عندما تولى علي بيك الكبير منصب شيخ البلد استطاع الاستقلال عن الدولة العثمانية، ومع ضعف الدولة العثمانية بسبب ضعف الدولة العثمانية، ولكن انتهت بالفشل بسبب انحياز محمد بيك أبو الدهب إلى السلطان العثماني، وصار محمد بيك أبو الدهب في منصب شيخ البلد تحت حكم الدولة العثمانية. هنا بيقول لك دلل افتقد المجتمع المصري إلى العدالة الاجتماعية أثناء الحكم العثماني. أول حيث انقسم المجتمع المصري إلى فئة حكام واشرحها، أنا لسه مجاوبة السؤال ده، وفئة محكومين واشرحها، اللي هو هنجاوب الصفحة دي، هنجاوب الصفحة دي كل دي، فئة الحكام والمحكومين، هنجاوب ده. طيب بيقول بعد كده تعالى كده شوف الخريطة. يشير رقم ايه إلى إمارة ذي القادر المملوكية، دي 5. يشير رقم ايه إلى المعركة التي هزم فيها السلطان الغوري، طبعا هزم في الشام. يشير رقم 2 إلى الريدانية عندنا في مصر، استولى سليم الأول على المنطقة رقم 1 اللي هي الحجاز، فأصبح هو الحامي الوحيد للحرمين الشريفين. يا رب اكون قدرت اساعدك النهارده يا سنه تالته. افتكر دايما ان انا موجوده هنا علشان اساعدك. لو محتاج مني اي حاجه كلمني على الواتس، وده وقت السؤال اللي انت هتجاوبهولي على الواتس، سؤال للشطار. العامل المشترك بين التدهور الاقتصادي في نهاية حكم دولة المماليك وأثناء مدة الحكم العثماني، إيه هو العامل المشترك؟ نظام الالتزام، الكشوف الجغرافية، افتقاد الأمن، الامتيازات الأجنبية. ابعت لي الإجابة عندي على الواتس، أنا بسيب رقم تليفوني تحت في صندوق الوصف.